بسم الله. اليوم راح نفك المسدس بعد رماية 175 طلقة. الطلق كان نوعين، نوع البيلاروسي قوته 115، والنوع الثاني الصيني نيرينكو قوته 124. رميت تقريبا فيه 100 صيني و75 النورينكو. راح نفكها اليوم ونشوف ويحتاج تنظيف أو لا. بشكل عام التنظيف إذا كان الرماية بمكان نظيف أو ميدان أو مكان ما فيه غبار، يعني تكون من فوق 300 إلى 500 طلقة. لكن أنا رميت فيه بأماكن فيها غبار وفيها بر وكذا، فيحتاج تنظيف. فكه ونشوف. شوفوا الآن، حتى ما أدري إذا واضح في الصندوق أو لا. شوفون الرمل. هذه الأدوات اللي تيجي مع كتالوج والقفل، زيت. شيك عليه الآن ونشوف. أول شي نتأكد من السلاح ما فيه رصاص، حتى لو كنت لحالك، لو كنت تأكد احتياط. وفي ميزة بأسلحة السقم فيها الجزء ذا الصغير، لو كان فيه رصاص راح يطلع الجزء ذا على فوق. ما أدري هو واضح لكم أو لا، لكن نجرب الآن وتشوفون. شوفوا الآن بالسلاح ما في شي بارز، لكن انت تشوفون. نفتح الأمان. شوف الجزء ذا باللمس واضح الآن إن فيه رصاصة. فأول شي، أول حاجة تفك المخزن. تأكد مرة مرتين ثلاثة، توجه إلى مكان ما فيه أحد أو على الأرض وترمي. هذا أول شي نسويه. بعد كذا نجي طريقة فك السلاح. نسحب الأجزاء للخلف ونثبت ونضغط ذي على تحت. بعدها نفك ذي وراح يطلع معنا. والله مندمر السلاح. هذه طريقة فتحها. هذه السلطة. من الأشياء المهمة اللي أنا ما سويتها، أول ما تشتري السلاح يكون فيه زيت جاهز على السلاح، يكون جديد. يفضل إنك تاخذ قطعة قماش، أي قطعة قماش ما تطلع غبار، وتمسح الزيوت، لأن الزيوت إذا جاها غبار أو كربون راح تكون كشكل طبقات زي الشكل ذا. فيفضل إنك أول ما تشتريه تمسحه. لكن ما فضيت، أنا تركته وجت طالعة مفاجأة وأخذته على طول، ما مسحته، وما تضر إن شاء الله، لكن يفضل. عندنا بعد من المزايا الموجودة بالسق إنه يطلع كامل السلاح، يطلع برا. تنظيفه سهل جدا وتركيبه سهل، جرب لا تقدر تغيره. نبدأ الآن في تنظيف ونشوف. أهم معلومة بالتنظيف، القماش يكون نوعية ممتازة، ما تطلعه. في بعض الأقمشة لما تمسح يبقى هنا وبر أو أجزاء صغيرة من القماش. أهم شي يكون نوعية كويسة. المعلومة الثانية، لا تكثر بخ زيوت أو يعني مسح خفيف. فيها الزيوت نوعين، نوع كتنظيف أو إزالة صدى، برضو لا تكثر منه. تمسح بعدها تحط زيت ترطيب أو
تمسحه تخليه يكون ناشف مرة، لأن لو بقى زيت ويجي عليه غبار راح يترسب ويجي زي الجزء ذا اللي وريتكم قبل شوي. الآن نبدأ ننظفه ونشوف. هذه السبطانة استعمل التنظيف فيه نوعين زيوت، والزيوت كثيرة يعني ما هي أي محل من محلات الرحلات أو تحصل عندها زيوت، لكن أحس أنها تكون أنواع أصلية. وبعدها استخدم الزيت ذا الياباني، طبعا كلها مسح خفيف مرة. نبخ الزيت على القماش، شوفوا هنا. شوفوا الآن بعد ما مسحنا تشوفون فيه لمعة، اللمعة ذي لو جاء عليها غبار راح يترسب. وش نسوي؟ ننشفها، شوف جزء نظيف من القماش وننظفها. واضح بالتصوير ولا؟ هذا الجزء ذا خلاص، نبقى جزء خارجي بالأخير نسويه. نجي مثل الجزء ذا، نبخ زيت هنا، أهم شيء المجرى هنا، شايفين كيف؟ شوفوا الجزء ذا. راح أوقف بعد التصوير عشان ما يكون المقطع طويل مرة. الآن خلصنا تنظيف من القطع ذي، تشوفون زي ما انتم شايفين. أهم شيء إنها تكون ناشفة مرة. بعد كذا إذا خلصنا قبل نسكر نحط زيوت خفيفة بالمجرى هنا ونمسحها، بحيث لو ترسبت زيوت وتجمع عليها غبار أو كربون راح تكتل ويصير فيها حركة، تصعب الحركة وممكن يعلق أو كذا. هذه أهم حاجة إنكم تسوونها. بعدها نشوف السبطانة. قطعة صغيرة من القماش، نبخ عليها شوي زيت، شوف مرة واحدة بس. بعدها نجيب قطعة قماش نظيفة عشان تمسح الزيت اللي جوا. والآن زي ما انتم شايفين، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. من أهم الأماكن اللي لازم تنظفونها هذه اللي هي بداية دخول الرصاصة، لو صار فيها شي راح تعلق أو
الجزء ذا فيه شي صعب ما نظف، فنخليه نحط عليه شوي زيت نخليه ياخذ وقت ونرجع له بعد شوي ونمسح، نعطيها مسحة بعدين نرجع ننشف. أهم شي التنشيف ولا نكثر زيوت. يعني شوف كثير مقاطع يكثرون زيوت مرة، طريقة خاطئة ذي. تطلع على طول يكون في طبقة زيوت مع رطوبة أو مع غبار مع كربون، راح تترسب وتسبب لك مشاكل. زي ما انتم شايفين جعلت وكالة. أهم شي التنظيف وتنشف الزيت، لا تكثر زيوت وتنشفها بعد ما تخلص. القطع ذي ما يحتاج يعني مسحة بس بقماش خارجي بدون زيوت بدون شي فقط. هنا عاد نفس الطريقة، نشوف الأماكن اللي فيها كربون أو كذا ونمسحها، اللي ما يطلع معانا نحط عليه شوي زيت ونمسحها. وقف التصوير عشان ما يطول المقطع. شوفوا هنا جزئية مهمة، هذه من ضمن الزيوت اللي من مصنعه. شوفوا أنا ما قلت لكم إني ما نظفتها، فشوفوا الجزئية ذي اللي باللون الأبيض، ما أدري واضح ولا. يفضل حتى لو كان السلاح جديد أول ما تاخذه تمسح الزيوت الزايدة فيه. وهنا شوفوا فيه بعد جزء ثاني. يفضل إذا ما تبي تستخدمه خله بزيوته، إذا بغيت تستخدمه قطعة قماش مسح الجزء الزايد زي ذا اللي واضح، مسحه وبعدها استعمله عادي. الآن خلصنا تنظيف، نجي لمرحلة التزييت. الزيت زي ما قلت لكم نفس طريقة التنظيف، نقطة بسيطة. أهم شي نركز على المجرى اللي هنا ونمسحه، ما نخلي أي شي يبقى هنا، يبقى جزء بسيط، لأن إذا بقى فيه زيت مع الغبار مع الكربون راح يترسب هنا ويكون طبقات وراح يعلق معك السلاح. الآن تقريبا جاهز زي ما تشوفون، رجع كل شي جديد وبدون كثرة بخ زيوت. كثير ناس نشوفهم يبخون زيوت بشكل كثير، تضر السلاح أكثر من أنها تنفعه. آخر جزء بالتنظيف اللي هو المخزن. شوف إذا فيه هنا طبقات أو شي نفس السلاح مسحة خفيفة. إذا جاء فيه رمل أو شي داخل المخزن أو فيه صوت تبي تنظفه، طريقة فك المخزن وكل أنواع المخازن بالطريقة هذه، تجيب مفتاح أو سكروب تضغط الجزء ذا وتسحب هنا راح يطلع السبرينج معك هنا، يطلع وتنظفه، ترجع السبرينج بضغط قوي ثم ترجع الغطا ذا هنا كذا يكون جاهز. الآن نزيته ونطبقه مسحة خفيفة، نرجع بجزء ناشف نمسح بواقي الزيوت، ما نخلي شي عليه أبد. هذه أهم معلومة بالتنظيف. الآن جاهز. الآن نجي للزيت.
كمية بسيطة مرة. شايفين كمية بسيطة على القماش. نمسح فيها الأجزاء اللي يجي فيها مثل المجرى ذا. الآن زي ما انتم شايفين الزيت صار كثير، ما نتركه كذا، النشفة نترك جزء بسيط مرة أو النشفة كامل، بعدها الركبة. ونفس الطريقة على كل الأجزاء، مسحة خفيفة بالزيت ونرجع ننشفها. الآن ترى معلومة، يعتبر هذا هو السلاح، رقم السلاح وبيانات السلاح هنا. باقي الأجزاء كلها تقدر تغيرها، تغير اللون، تغير سبطانة، تغير مخزن. الجزء ذا بمسدسات السق يعتبر هو السلاح. نجي الآن للتركيب. آخر قطعة فكيناها هي أول قطعة تركب. نضغط الزناد على وراء ويركب معنا. ثم الحابس نسينا ننظفها. شوفوا المسمار هنا مشطوف، وهنا في جزئية مشطوفة. رجع السبطانة. شوفوا هنا في جزئية مشطوفة، الجزئية المشطوفة ذي تكون على تحت. الآن جاهز. رجع. شوفوا المجرى ذا يدخل هنا بالمجرى ذا. نسحب على ورا، نمسك هنا، بعدها نرجع لي. الآن شوفوا بصبعي. الآن كذا جاهز. زي ما قلت لكم، أهم معلومة إن ما يبقى عليه زيوت، علشان ما تسبب تجمع غبار مع الكربون مع الغبار، تعيق حركة المسدس. وبالتوفيق.